ثم تنهد وقال: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة. فلما دخل هش له النبي صلى الله عليه وسلم وبش، فقالت له عائشة: يا رسول الله، رأيتك قلت الذي قلت ثم فعلت الذي فعلت. فقال لها: يا عائشة، إن شر الناس عند الله من تركه الناس اتقاء شره، وأنت احذر أن تكون شر الناس، أن يداريك أبواك وينتقيا كلامهما معك لأنك صليط، وأن تداريك زوجتك لأنك قاسٍ، وأن يداريك أولادك لأنك جاف، وأن يداريك جارك لأنك بذيء، وأن يداريك زملاء العمل لأنك مؤذن، وأن يداريك جلساؤك لأنك نمام، وأن يداريك إخوتك لأنك غضوب. المهاب ليس بالضرورة محبوبا ولكنه يهاب لأذاه، والمخشي ليس بالضرورة قويا ولكنه يخشى لفجوره، والموقر ليس بالضرورة محترما ولكنه يوقر لصلاطته. كل شيء يبذله الناس لك بغير حب راجع نفسك فيه.